فيلمنا النهارده بيبدأ سنة 2015 وبنشوف مع بعض الدكتور جوناس لير والدكتور تيم فانتاج وبيكونوا ماشيين في طريقهم لرحلة استكشافية للمرتفعات البوليفية، وبنفهم انهم جايين يدوروا على راجل عنده 250 سنة وبيفكروا انه هيقدر يفيدهم في الاختراع الطبي الجديد بتاعهم، وبتهتم وزارة الدفاع بالرحلة كلها وبتمولهم بمبلغ كويس جدا، وكل ده علشان يقدروا يسيطروا على الأمراض ويلاقوا نتيجة سريعة. وبياخدوا معاهم في رحلتهم ممثل من وزارة الدفاع اسمه كلارك ومرشد محلي وفريق أمني كامل علشان الحراسة، وبيمشوا في الغابة أكتر من 3 أيام علشان يوصلوا للكهف اللي موجود تحت الوادي، وبيدخلوا بسرعة وبيلاقوا فيه الراجل الكبير في السن اللي جايين علشانه، وبيتصدموا إنه محبوس في قفص شكله غريب جدا، وبيحاول واحد منهم يفتح باب القفص وبيبذل مجهود كبير قوي علشان يعمل كده، ومحدش منهم بيكون فاهم إيه اللي بيحصل معاه ولا مين اللي عمل فيه كده، وبيشوفوا ولد صغير ماسك جردل مليان دم، ولما بيجربوا يتكلموا معاه بيهرب بعيد عنهم من كتر الخوف، وبيتكلم الولد ده باللغة الإسبانية وبيقول كلمة معناها مصاص الدماء، وبيحسوا كلهم إن في حاجة غلط بتحصل وبيقلقوا جدا، وفجأة بيخرج مصاص الدماء من القفص وبيبدأ يهجم عليهم، وبيعض تيم من رقبته ومحدش بيقدر يساعده منهم، وبيلاقي كلارك عصاية خشب وبياخدها وبيضربها في قلب مصاص الدماء، وللأسف الأوان بيكون فات وحالة تيم بتكون وحشة جدا، وبنشوف بعدها جوناس قاعد في المستشفى وبيفكر في كل اللي حصل معاهم، وبيتصدم لما بيلاقي تيم خارج من الأوضة وصحته كويسة جدا ولا كأن حاجة حصلت له، وبيشرح له إنه صحته أحسن من الأول كمان، وبيحس ساعتها إنهم لقوا اللي بيدوروا عليه وإنه يقدر يكون في جسمه مصل لعلاج كل الأمراض الصعبة، وبيفرح جوناس جدا وبيحس إن اللي عمله ما راحش هدر وإنه أخيرا هيحقق النجاح اللي بيدور عليه، وبعد شوية بياخد باله إن تيم بينزف دم وأسنانه بتقع فجأة، وبنفهم إن كل اللي حصل ده كان السبب إنهم يعملوا مشروع نوح المعروف، وبنعرف إنه مشروع سري جدا والحكومة بتموله، وبيحاول العلماء يعملوا تجارب كتير على دم تيم وبيلاقوا جواه فيروس يقدر يشفي كل الأمراض الصعبة، وفي نفس الوقت لو استخدموه غلط ممكن يقضي على الجنس البشري بالكامل، وبيستخدموا سجن قديم علشان يعملوا فيه الأبحاث بتاعتهم والاختبارات، وبتعدي 3 سنين على المشروع ده، وبتبعت الحكومة 2 من العملاء الفيدراليين براد ودايل لسجن ولاية هانزفيل لمهمة خاصة، وبيحاولوا يقنعوا واحد من المسجونين المحكوم عليه بالإعدام اسمه أنتوني كارتر يوافق ينضم للتجارب بتاعتهم ويدخل في المشروع السري، وبنعرف إنه محكوم عليه بالإعدام لأنه قتل حبيبته، وبيوعدوه إنه لو وافق هيلغوا الحكم اللي عليه وهيبقى حر للأبد. في الأول بيرفض توني، ولما بيفكر في كلامهم بيضطر يوافق لأنه ما عندوش أي أمل تاني يقدر يطلع بيه من هنا، وبنرجع تاني للمختبر السري وبتتكلم الدكتورة والعالمة نيكول مع كل المسؤولين في المختبر وبتطلب منهم يعملوا اجتماع عاجل، وبتبدأ تشرح عن خطورة وباء انفلونزا الطيور اللي انتشر في الصين، وبتأكد لهم إنه قريب جدا هينتشر في العالم كله ومحدش هيقدر يسيطر على الوضع، وبتشوف إن دي أحسن فرصة للمختبر بتاعهم علشان يثبت كفاءته والمجهود الرهيب اللي بيتعمل بقاله سنين، وبتطلب منهم يبدأوا يصنعوا اللقاح ويكون جاهز في أسرع وقت ممكن، بس جوناس بيكون ليه رأي تاني وبيقول لهم إن الموضوع هياخد منهم مجهود كبير قوي ومش سهل كده زي ما هي شايفة، فبيتكلم واحد من العلماء وبيقول لهم إن عنده فكرة حلوة جدا بس مش تقليدية ومحتاجة مجازفة منهم، وبياخدهم للدور اللي بيحبسوا فيه المرضى، وبيلخص بسرعة كل التجارب اللي اتعملت عليهم لحد دلوقتي، وبنعرف إن تيم بقى اسمه العميل رقم 0 بما إنه أول واحد بدأت عليه التجارب، وكان عمره ساعتها 52 سنة أول ما اتعض من مصاص الدماء، ومع الوقت بدأ يتحول لوحش وتصرفاته بقت صعبة جدا وبيمص كمان دم أي حد بيقرب منه، ده غير إن جسمه بقى محصن من كل الأمراض والأوبئة، ومن بعد كده بدأت المنظمة بتاعتهم تجيب الناس المحكوم عليهم بالإعدام علشان يستغلوا وضعهم ويوافقوا ويتعمل عليهم التجارب دي، وبالفعل حقنوهم بدم تيم علشان يشوفوا إيه اللي هيحصل في جسمهم، وأي حد اتحقن منهم صحته فعلا بتتحسن جدا وبيجيله مناعة، وبعد فترة بيتحول برضه لمصاص دماء والخطة كلها بتفشل، وبيوري لهم آخر مريضة وصلت للمختبر شونا بابكوك، وبيشوف إن دي أحسن واحدة جابت نتيجة فيهم، وده لأنها قعدت 28 يوم كاملين بصحة كويسة لحد ما اتحولت لمصاص دماء، والغريب إن هي الوحيدة كمان اللي لسه محتفظة بشكلها البشري بعد التحول، وبيوضح لهم دانيال إن التعديلات اللي بتتعمل على مصل الدم بتاع تيم مش هي العامل الوحيد، وإن العمر بيفرق جدا في التجربة لأن المصل بيهاجم الخلايا العصبية، وبما إن الناس الصغيرة في السن بيكون عندهم كمية أكبر فبيحصل فيهم تطور أكتر وأكتر، وبيبلغهم إنهم لقوا واحد عنده 25 سنة وده أصغر واحد هيتعمل عليه التجربة وهيوصل بكرة للمختبر، وبيقول لهم إنه محتاج طفل يتطوع لأن ده أكتر حد هيقدر يتفاعل مع التركيبة وهيجيب النتيجة اللي هم بيدوروا عليها، وطبعا كلهم بيكونوا مصدومين من الفكرة لأنهم هيجازفوا بحياة طفل، وبننتقل بالمشهد بعد كده لمكان تاني وبنتعرف على بنت صغيرة اسمها إيمي اللي مامتها ماتت من كام يوم بسبب جرعة زايدة من المخدرات،
الاختبارات، وللأسف ما بقاش عندها أي حد يهتم بيها ولا يسأل عليها حتى، وده طبعا بيخليها أكتر حد مناسب للاختبارات دي. وفي الوقت ده بياخد براد ودويل استاجين علشان يوصلوه للمختبر زي ما اتفقوا، وبيدخل أنتوني مشروع نوح وبيكون مخضوض جدا وبيرحب بيه كلارك، وبنفهم إنه كان بيشتغل مع براد في الجيش زمان، وبيديلهم كلارك مجلد موجود فيه كل المعلومات عن إيمي، وبيقول لهم إن هي دي الهدف الجديد بتاعهم ولازم تيجي هنا في أسرع وقت ممكن. وبعد كام ساعة بيوصلوا هما الاتنين للملجأ اللي عايشة فيه إيمي، وبيقنعها براد إن مامتها ماتت بسبب مادة سامة وإنها لازم تيجي معاهم علشان يعملوا تحاليل ويطمنوا على صحتها. وبيبان إن إيمي بنت ذكية جدا وبتحس إن في حاجة غلط في كلامهم وبتقرر تهرب، وبتدخل الأوضة وبتلم حاجتها وبتنط من الشباك بسرعة. وبيلاحظ براد وبيجري وراها بسرعة وبيحاول يمسكها بكل الطرق، وبيمسكها دويل بالفعل بعد فترة بالعافية وبيرجع بيها وبيتعامل معاها بكل عنف ولا بيفرق معاه إنها طفلة صغيرة. وبيركب العربية وبياخدهم براد وبيخرج من الحي كله في أسرع وقت، وبيركن براد على جنبه وبيضرب دويل وبيلومه إنه ضرب البنت الصغيرة وبيهدده ما يقربش منها تاني أبدا، وبيهديها وبيطلب منها تثق فيه. وبنرجع تاني للمختبر وبيتكلم لورانس عامل النظافة مع جوناس وبيحكي له إن هو وكل الموظفين اللي بيشتغلوا هنا بيحلموا بكوابيس وحشة جدا، وطبعا جوناس بياخد كلامه بعدم اهتمام ومش بيركز فيه خالص. في نفس اليوم بالليل بيزور كلارك خطيبته نيكول وبيتكلم معاها عن المشروع شوية، وفي الوقت ده بيكمل براد في طريقه للمختبر علشان يسلم إيمي ليهم، وبيقف في نص الطريق علشان يجيب أي حاجة ياكلوها. فبياخد إيمي وبينزل يلف بيها شوية وبيجيب لها أي حاجة نفسها فيها، وبيحبها قوي وبيحس إنها بنت لطيفة وبتصعب عليه جدا. وفجأة بتتصل بيه طليقته ليلى وبنعرف إنهم سابوا بعض بعد ما بنتهم ماتت في حادثة كبيرة، وبكده بنفهم هو ليه اتعلق بإيمي قوي كده، لأنها فكرته بيها وبيفكر إزاي هيسلمها بإيده للمختبر وعارف كويس قوي اللي هيحصل فيها هناك. وبيتكلم بينه وبين نفسه كتير لحد ما بيقرر في الآخر إنه لازم ينقذ حياتها وبيهرب بيها لبعيد. وبياخد دويل وبيدخل بيه الحمام وبيضربه لحد ما بيغمى عليه، وبيخرج بسرعة وبياخد إيمي وبيطلب منها تمشي معاه وهيشرح لها كل حاجة بتحصل بعدين. وبيسرق عربية من الموقف وبيمشي بيها في اتجاه تاني خالص، وبعد كام ساعة بيوصل بيها لبحيرة بعيدة جدا، وبيفضل واقف ساكت شوية لحد ما البنت بتبدأ تتكلم عن مامتها وبتعيط وبتقول له إنها وحشاها جدا ومش عارفة هتعيش إزاي من بعدها. وبتوصل الأخبار للمختبر وبيبعته كلارك علشان يدور عليه في كل مكان ويرجع بالبنت بما إنه أكتر حد فاهم دماغه. وفي الوقت ده بيبدأ أنتوني الرحلة بتاعته وبيشوف هلاوس كتيرة جدا مرعبة، وبيشوف تيم واقف قدامه وبيقول له إنه لسه هيتعذب أكتر من كده بكتير مع الأيام وبيخاف أكتر من الأول. وبالصدفة بيعرف براد إنه صورته انتشرت في كل البرامج والحكومة بتدور عليه، وبيقولوا إنه خاطف بنت صغيرة، وطبعا دي تهمة كبيرة جدا في حقه. وبيروح يتكلم مع ليلى من تليفون في الشارع وبيحكي لها كل اللي حصل معاه بالتفصيل، وبيتصدم لما بيعرف إن كلارك معاها، وبتحاول ليلى تخبي على كلارك علشان ما يحسش بأي حاجة غلط. وبتشرح لبراد بهدوء إنها مش عارفة تتكلم، وبيأكد لها براد إنه لسه بيحبها لحد دلوقتي، وبيقفل الخط بسرعة. ولما بيرجع للعربية بياخد باله إن عمدة البلد قريب جدا منه، وبيحس إنه لازم يسلم نفسه بدل ما يبهدل مع إيمي، وبيقول لها إن الناس كلها لازم تعرف قصتها وساعتها محدش هيقدر يأذيها خالص. وفعلا بياخدها وبيدخل المركز وبيبدأ في الإجراءات، وفجأة بيحس إن في حاجة غلط وبيفهم إنهم متفقين مع المختبر وإنه هيرمي البنت بإيده ليهم، فبيفكر في طريقة يهرب بيها من المركز من غير ما حد ياخد باله. وبيستنى الوقت المناسب وبيطلب من إيمي تروح تجيب المفتاح علشان يفك إيده، وبيقدر يعمل كل ده على آخر لحظة لأن كلارك بيوصل هو ورجالته. وبيضطر براد يسرق مسدس وبيهدد العمدة بيه، وللأسف علشان يهرب بيقتل كلارك 3 من رجال الشرطة اللي ملهمش ذنب في أي حاجة. وبيقدر براد يقف في وشه لأنه كان ضابط قوات خاصة وعنده قدرة مش عادية، وبيتواجه في الآخر مع كلارك وما بيحبش يضرب نار على أقرب صاحب ليه، فبيفجر طفاية الحريق علشان بس يشتت انتباه كلارك ويقدر يهرب من غير ما يأذيه. وبيخرج بره وبيسرق عربية الشرطة وبينقذ إيمي منهم بطلوع الروح. فبتتصدم إيمي ساعتها لأنها بتكتشف إن براد مصاب بطلقة في جسمه، وبتقول له إنه بينزف دم بكمية كبيرة جدا وبيصمم يكمل في طريقه علشانها. ولما بيوصل للطريق السريع بيسيب عربية الشرطة وبيركب عربية تانية، ومع الوقت بيبدأ يحس بالتعب من كتر النزيف وبيركن على جنبه وبيغمى عليه. في نفس الوقت ده كلارك بيقلب الدنيا كلها وبيأمر رجالته
بيبعتوا يراقبوا موبايل ليلى، وللأسف إيمي بتغلط وبتتصل بيها وبتحكي لها الوضع بتاع براد، وبتحاول ليلى تقول لها على شوية حاجات علشان تساعده بيها والنزيف يقف، وبتقدر تفوقه وبتديه يكلم ليلى، وعلشان عارف إنهم أكيد بيراقبوها بيرمي الموبايل بسرعة وبيتخلص منه وبيغير طريقه. وبيكمل جوناس اختباراته على أنتوني وبيحقنه بمصل الدم وبيزرع شريحة في رقبته. وفي الوقت ده بيوصل براد مع إيمي لبيت قديم موجود في وسط الغابة، وبيراقب براد المنطقة كويس الأول قبل ما يدخل البيت، وبيلاقي في وشه ست كبيرة معاها سلاح وبتهدده بيه، بس أول ما بتشوف إيمي معاه بتبدأ تهدى وبتسيب السلاح تاني، وبتطلع في الآخر عارفة براد من زمان جدا وكانت المديرة بتاعته في البحرية العسكرية، وبتلومه إنه قبل يشتغل في المشروع ده من الأول، وده لأنهم بيعملوا تجارب غير إنسانية بالمرة، وبتضطر تساعده وبتوافق إنهم يستخبوا عندها. وفي الوقت ده بيدور كلارك عليه في كل المناطق اللي احتمال يكون عدى عليها، وتاني يوم الصبح بيوصل فعلا لمكانه وبيسمع براد أصواتهم بره، وبيطلب من ليلى تهتم بإيمي وبيروح يجهز السلاح بتاعه، وبيخرج هو ولاسي يواجهوا كلارك ورجالته، وبيخلص كمان على عدد كبير منهم، وبيصمم كلارك يمسكه بأي طريقة. وفي الوقت ده بتتصاب لاسي بسببهم، فبيضطر براد إنه يسلم نفسه على أمل إنه يدي فرصة لإيمي إنها تهرب مع ليلى من الباب التاني، وبيتصدم لما بيلاقيها طالعة تسلم نفسها علشان تحميه، فبيصمم إنه يروح معاها مكان ما هياخدوها، وبيركب معاها عربية مصفحة وبينقلوهم للمختبر. وفي الطريق بيفتكر كلارك اليوم اللي اتعرف فيه على شونا لأول مرة، وإنه أنقذها من الرجالة اللي كانوا عايزين يتهجموا عليها، ومن ساعتها بقوا قريبين جدا من بعض وبيتقابلوا تقريبا كل يوم. ده غير كمان إن هو اللي أقنعها إنها تنضم للاختبارات دي، ووعدها إنها مش هتتأذي خالص وإن دي كلها مجرد حاجات بسيطة. وبيوصل براد وإيمي للمختبر وبيفصلوهم عن بعض، وبتقعد نيكول تتكلم مع إيمي وبتشرح لها إنها ممكن تكون أمل إن ملايين من الناس تفضل عايشة، فبتقتنع إيمي بكلامها وبتوافق على شرط إن براد يفضل جنبها ومحدش يأذيه أبدا. وبعد كام دقيقة بيتكلم كلارك مع براد وبيشرح له كل اللي هيحصل، وبيفهم من نيكول إن الوباء انتشر في العالم كله ولازم يلاقوا له لقاح ومفيش وقت لازم يضيع منهم. ولما بيعرف إن إيمي موافقة بيبدأ يهدى وبيوافق يتعاون معاهم، وبيدخل يطمن عليها وبيلاقيهم حاطين شريحة تعقب في رقبتها، وبيحاول يطمنها إنه هيفضل معاها وإن كل حاجة هتخلص قريب. وبعد كام ساعة بتدخل نيكول وبتحقن إيمي بالمصل، وبيحس تيم بيها في نفس اللحظة، ولما بيخلصوا بيطلبوا منها تنام وتستريح لحد الصبح. وبيقوم براد من نومه وبيلاقي العامل واقف في وشه، فبيحاول يحذره إن تيم هيجي في أي لحظة وهيطارد إيمي وإنه مش هيسيبها في حالها. وقبل ما يفهم منه أكتر بيجي الحراس وبيبعدوه بالعافية، وبيشوف أنتوني بالصدفة بما إنه عايش في الأوضة اللي جنبهم، وبيأكد له إنه فعلا بيشوف كوابيس وحشة جدا وطول الليل بيكون مرعوب. وبيستغرب براد أكتر وبيقرر يعرف مين تيم اللي بيتكلموا عليه ده، ومع الوقت بيقدر يدخل الدور الأرضي من غير ما حد ياخد باله، وبيشوف كل الناس اللي اتحولت بعد الاختبارات البشعة اللي اتعملت عليهم، وبيعرف إن كلهم اتحولوا لوحوش، وبيزعل جدا لأنه هو اللي جابهم بنفسه من السجن وسلمهم للمختبر. وقبل ما يشوف تيم بيدخل جوناس عليه وبيبان إنه مش قلقان منه خالص، وبيبدأ يحكي له كل اللي حصل من الأول. ولما بيخلص معاه بيرجع للأوضة تاني قبل ما حد يحس، وبيحاول ينام شوية، وبيشوف هو كمان نفس الكوابيس الغريبة، وبيقول له تيم بكل وضوح إنه لازم يبعد عن طريقه أحسن. ومع الوقت بتبدأ حالة أنتوني تتدهور وبتظهر عليه أعراض التحول، وبيلاحظ جوناس إن دماغ تيم بقت ناشطة من بعد فترة طويلة جدا، وبيتعب أنتوني أكتر وبينقلوه للعيادة. وبتشوف نيكول إنه لازم يتحقن بمصل جديد ضروري جدا. في نفس الوقت ده بيتكلم بولسون المساعد بتاع كلارك معاه وبيقول له إنه بدأ يفقد عقله ومحدش بيديله أي اهتمام. وفعلا في نفس اليوم بيمسك سلاح وبيطلع يضرب نار على محطة الكهرباء وبيفجرها كلها من غير أي سبب واضح، وبسبب كده الكهرباء بتقطع في المختبر كله. وبيحاول كلارك يحل المشكلة دي بسرعة لأن الدكاترة محتاجة الأجهزة اللي موجودة كلها، وعلشان ينقذوا أنتوني من الموت بيتدخل براد في الحوار وبيقول لهم إنه يقدر يساعدهم، وبيطلب منهم يثقوا فيه. وبيدخل أنتوني في غيبوبة ومحدش فاهم إيه اللي بيحصل معاه خالص، وبيشوف هلاوس كتيرة وهو نايم. وبيظهر تيم تاني قدامه وبيقول له إنه عايز يبني جيش من مصاصين الدماء ويكونوا عيلة مع بعض، وبيشوف إنهم لازم يسيطروا على كل الدكاترة وينتقموا من اللي عمل فيهم كده، وبيقنعه يستسلم بجسمه علشان يتحول لمصاص دماء بالكامل ويكون زيه، وبيقول له إن ده أفضل حل ليه. وبيوصل براد للسطح وبيحاول يتكلم مع بولسون، وبيعترف الشاب ساعتها إنه من فترة سرق إزازة من دم تيم وخباها للطوارئ، وإن لو أي حد قتله مش هيعرفوا يوصلوا لمكانها أبدا. فبيقول له براد إنه هو كمان معترض على المشروع ومش حابب إنه يكمل فيه، وبيبدأ الشاب يثق فيه وبيقرر يحكي له كل المعلومات اللي تقدر تساعده. وللأسف بيوصل كلارك في اللحظة دي وبيخلص عليه. وبعد كام ساعة الكهرباء بترجع من تاني وبيحاول الدكاترة ينقذوا حياة أنتوني، وللأسف الأوان بيكون
بيكون فات وبيقدر تيم يسيطر على عقله الباطن وبيتحكم فيه، وبيطلع كمان ما قتلش حبيبته وان هي اللي انتحرت ومحدش كان مصدقه خالص، وبيقنع تيم انه يقدر ياخد حقه من كل الناس اللي ظلمته، وبيوعده انه يساعده ويفضل معاه، وبيوافق أنتوني على خطته وبيبدأ يفوق بعد ما خلاص اتحول بالكامل، وبيهجم على الدكتورة اللي معاه وبيمص كل دمها. ولما جوناس بيحاول يساعدها بتاخد نيكول وبتهرب بيه لأوضة وبتقفل عليهم، والصدمة الكبيرة ان جوناس بيكون خلاص اتلوث بالدم بتاعه وهيتحول هو كمان. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.